السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم ما شاء الله غنوجدوا مع بعضياتنا مملحه رائعه جدا، كتجي لذيذه بزاف. ممكن نعملوها في المناسبات ديالنا، كما ممكن نوجدوها لوليداتنا. اولا غادي نحتاجوا 250 غرام ديال صدر الدجاج اللي غادي نقطعوه بشكل طولي كما كتلاحظوا معايا. غادي نضيفوا له ملعقتان كبيرتان من الياغورت الطبيعي، راس معلقه من الابزار، راس معلقه من الخرقوم، راس معلقه من السكنجبير، وراس معلقه من الكمون، راس معلقه كذلك من البابريكا او الفلفل الاحمر، وراس معلقه من الثوم بودره. غادي نعصروا لها نصف ليمونه، وغادي نضيفوا كذلك القليل من الزيت الزيتون او زيت نباتيه اللي كتفضلوا، شويه المليحه على حسب الذوق. غادي نخلطوا هاد الدجاج مع هاد التوابل وغادي نتركوه يتشربنا على الاقل مده ساعتين. من بعد غادي ناخذوه، غادي نوضعوه في الاناء ديالنا او في الكسرونه. غادي ناخذ ديك المول اللي كان فيه الدجاج، غادي نشيلو بواحد القليل من الماء وغادي نضيفوه على الدجاج، وغادي نوضعوه على نار متوسطه. غادي نشحروه مزيان حتى يتشربنا ديك الماء مزيان، وهيدا كيكون واجد. ودابا غادي ندوزو باش نوجدو البيشاميل ديالنا. غادي نحتاجو ملعقتان كبيرتان من الزبده، ملعقتان كبيرتان من الدقيق، نصف لتر من الحليب، 100 غرام من لبن فيمي او بيبي المدخن، 100 غرام من الجبن الاحمر او اي جبن كتفضلوا. غادي نحتاجو الثوم بودره والبصل بودره، وممكن نعوضوهم الجوزه. اولا غادي ناخذوا الكسرونه ديالنا، غادي نوضعوا الزبده وغادي نوضعوا كذلك الدقيق، غنخلطوهم مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نضيفوا الحليب تدريجيا مع التحريك المستمر. وفي الاخير غادي نضيفوا راس ملعقه صغيره من البصل البودره وراس ملعقه صغيره من الثوم بودره. كما قلت لكم ممكن نعوضوهم بالجوزه او بجوز الطيب. نستمروا بالتحريك حتى تعقدنا البيشاميل ديالنا، ومن بعد غادي ناخذوها. غادي نضيفوا لها 100 غرام من لدان فيمي او الديك الرومي المدخن، و100 غرام كذلك من الجبن الاحمر او اي جبن كتفضلوا. غادي نحرك المكونات مع بعضياتها، غادي نوضعها في شي سبيره وغادي نغطيها بلاستيك الغذائي ملامس للسطح وغنتركها على جانب حتى تبرد. غادي ناخذ خبز التورتيلا الحجم الكبير، غادي نقطعه على 4 بحيث نحصل على مثلثات. غادي ناخذ المثلث الاول كما لاحظتوا معايا، غادي نوضع فيه ملعقه من حشوه البيشاميل، وغادي نوضع فوق منها قطعه او شريط الدجاج، ومن بعد غادي نغلق بهذه الطريقه هذه. غادي نطويها كما كتلاحظوا في الفيديو، وغادي نلصقها بخليط من الماء والدقيق، وهيدا كنتحصل على سيجار ديال بيشاميل بالدجاج. غادي ناخذوا عندنا هنايا البيض والشابلوغ او فتات الخبز. غادي نفند السيكار ديالي اولا في البيض ثم في الشابلوغ او فتات الخبز، ومن بعد غادي نقليوه. الزيت خصها تكون في الاول ساخنه جدا. ملي غنوضعوا السيكار ديالنا غادي نوسطوا درجه الحراره، غادي نبداو نقلبوا باش يتحمرنا من جميع الجوانب، وهيدا كيكون السيكار ديالنا واجد وبالصحه والراحه. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.